مرحبا بكم متابعي قناتنا الأوفياء. إثر عملية استباقية مشتركة بين الحرس الوطني وطلائع الديوان تم الكشف عن وكر لشبكة تهريب ضخمة لتهريب العملة من تونس، قيمة المحجوز فيها يفوق 8 مليون دينار. والتصريح اللي أدلت به الفرقة المختصة في الحرس الوطني اللي قالت إنه فما مواطن تونسي مقيم في الخارج قام بتهريب مبالغ ضخمة من العملة على عدة مرات، وقام بإخفائها بوكر يستعمله لإخفائها في إحدى ضواحي العاصمة. وبعد معلومات استخباراتية تم التنسيق مع النيابة العمومية لمداهمة المستودع، وبعد تفتيشه تم العثور على مبالغ ضخمة من العملة التونسية والأجنبية اللي تفوق 5 مليون دينار تونسي، إضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات والحبوب المهلوسة. وقال الناطق الرسمي أن المخدرات هذه يتم استعمالها كشيكات أو كأسهم لأن قيمتها في ارتفاع دائم، وأن المتهم كان ينوي تهريبها مع الأموال لدولة أجنبية. المتهم في القضية هذه تم الكشف أنه لديه انتماءات حزبية، ولهنا أصابع الاتهام الكل توجهت رئاسة النهضة اللي هو راجل الغنوش وحركة النهضة ككل بسبب الحملة الأخيرة اللي شنها قيس سعيد على الحركة. لكن رغم هذه الاتهامات الخطيرة إلا أن حركة النهضة ما خرجت حتى بلاغ رسمي تأكد فيه أو تنفي علاقتها بالمتهم، ولهنا الشكوك زادت ضدها وضد راشد الغنوشي. في النهاية ما تنساوش تعملوا لنا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، يحاولوا باش يخفوها عليكم.